بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وبعد. تعالوا نشاهد هذا المشهد أو المقطع للفنان الراحل محمد نجم رحمه الله. هذا الرجل المحترم. تعالوا نشاهد ماذا يقول في يعني إمكانية أن تقدم مسلسلات اجتماعية ويعني غير خادشة للحياء، وتلتزم بتعاليم الإسلام وتكون في إطار التعاليم الشرعية وليست مسلسلات دينية. تعالوا نسمع. كويس، يقرب من المسلسلات الدينية ولكن مش معناه ديني. يعني الناس فاكرة ان التمثيل ما ينفعش الا مسلسلات دينية، ابدا. ينفع فيه الحلقات الاجتماعية بصورة ظريفة، ونحن في غنى عن ادوار الراقصات والغانيات والمطربات اللي طلعوا من شارع محمد علي. كل القصص دي اللي هتخلينا ننحرف مش عاوزين. كما سمعنا هو يقول في ناس كتير فاهمة ان التمثيل الشرعي والتمثيل اللي هو يوافق تعاليم الإسلام ما ينفعش يكون إلا مسلسلات دينية. بيقول لا، ممكن تقدم مسلسلات اجتماعية وكل حاجة، لكن تكون هناك التزام بالتعاليم الإسلامية. وإذا كان في ظهور للنساء تظهر بالزي الشرعي، وألا تخضع بالقول، وألا تتميع، وألا. ولذلك هذا لم يقبل. صناعة السينما وصناعة التلفاز وصناعة هذه المسلسلات لم تصنع لهذا، إنما صنعت لإثارة الشهوات، وليست لتقديم رسالة كما يقولون، وليست لإفادة الأسرة ولا إفادة المرأة، بل لهدم الأسرة وهدم المرأة وإنشازها وجعلها تخرج على تعاليم دينها وشرعها وقيم مجتمعية. وقل رب زدني علما